دلوقتي احنا لما بيحصل انفصال وبيحصل طلاق او حاجات زي لا كده، قدر الله. لا قدر الله، تمام. ايه اكتر حاجة يعني بتضايق الواحد لما يبقى منفصل؟ ان تقعد طليقته او اللي كان مصاحبها تقول عليه حيوان 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 كده. ده عادي جدا على فكرة، مش مشكلة، عادي جدا تقال عليك حيوان، عادي جدا، مش مشكلة. الولاد مثلا بيبقوا صعبانين عليك او بتاع وكده. طبعا طبعا. ده برضو الولاد عادي جدا جدا برضو، بتشوفهم وفي رؤية وفي بتاع والحاجات دي وبتخلص بتقضى يعني. امال ايه بقى يعني؟ مش فاهم. ففي مثلا نفقة او الفلوس اللي انت بتدفعها وبتاع، فلوس ممكن كتير. بتبقى فلوس كتير فلوس كتير. بعد الانفصال يعني. قرار الانفصال ده بيبقى قرار صعب. فعشان تاخد فعلا لازم يبقى عندك الجراءة ان انت تعمله وتستحمل تبعاته. اكتر حاجة بتتعب بعد الانفصال هي الوحدة، ان انت تبقى وحيد. ما عشان كده احنا عايزين نطبطب على آلام ونلمس مشاعرهم بالظبط. ايه اكتر حاجة ممكن تطبطب على آلامك وتلمس مشاعرك؟ الفلوس. لا. والله العظيم الفلوس. الفلوس دي بتطبطب، الفلوس دي بتوديك في حتة تانية خالص. احنا عايزين حاجة ممكن تطبطب على مشاعر الواحد بعد ما يكون منفصل او بتاع. فتلاقي دايما الست اي بت. لا خالص، بالعكس. انت لو دخلت في علاقة بعد علاقة ايه؟ بقول لك الانفصال، اي بت. بت كوتشينة يعني، بت حيوان اليف. بت يخرب. شفت انت نيتك راحت فين؟ لا اشتغلتني يا ابني. ايوه انا يا ابني بتكلم. ايوه بت اسمها بت مش بت، اسمها بت. بت اي بت أي اللي هو بت. اللي هو تجيب كلب، تجيب قطه. تلاقي دايما أيوة. اي حد بينفصل او أنا قاعد قلتها لوحده كده. او حتى لو ما اتجوزش خالص مثلا، هتلاقيه دايما لازم يجيب كلب او قطه او حاجه، حيوان اليف. هو ده فعلا اللي بيطبطب على مشاعرك. وهو صح. فانت ايه رايك في الحكايه دي؟ انا يعني هل انت ممكن يعني لا قدر الله يعني، مش يعني انت مثلا لو انت لوحدك. بص يا باشا، احنا من غير حاجه انا كنت معقد جدا من الكلاب اصلا. يا راجل جدا. كنت ليه؟ اتعضيت وانا في ابتدائي. العضه اللي انا عارف العضه دي فين، انا عارفها. وفي ممكن نوريها للمشاهدين؟ ايه يا عم في ايه؟ ما عنديش اي اصابات في جسمي غير في ايدي هذه العضه اللي عضها لي الاسرائيلي الحقير.